اسمي إنجي، عمري الآن 36 سنة، ومتزوجة منذ حوالي 6 سنوات. عندما تزوجت كنت في 30 من عمري، بينما كان زوجي يبلغ من العمر حوالي 47 عاماً. فرق السن كان واضحاً بيننا، لكن عائلتي لم تر فيه مشكلة، بل اعتبرته ميزة. أنا نشأت في أسرة بسيطة، والدي كانا يعملان بوظائف عادية، وكان وضعنا المادي متوسطاً وأحياناً أقل من المتوسط. منذ صغري كنت أحلم بحياة مختلفة، حياة أعيش فيها براحة مادية واجتماعية أفضل، بدون القلق الدائم من المصاريف أو الاحتياجات. بعد أن أنهيت دراستي الجامعية بفترة قصيرة، تقدم لي عريس عن طريق بعض المعارف. هذا الرجل كان مطلقاً ولديه طفلان من زواجه الأول، وكانا يعيشان معه في ذلك الوقت. لكن الشيء الذي لفت انتباه عائلتي أكثر من أي شيء آخر هو وضعه المادي. كان يعمل مهندس بترول، ودخله مرتفع جداً مقارنة بمن حولنا. عندما تقدم لخطبتي، أخبر أهلي أنه سيتكفل بكل شيء يخص الزواج، من تجهيز الشقة إلى مصاريف الفرح، ولن يطلب منهم أي شيء. بالطبع كان هذا خبراً مفرحاً لعائلتي. طلبوا مني أن أجلس معه عدة مرات لأتعرف عليه أكثر قبل اتخاذ القرار. جلسنا معاً أكثر من مرة، وكان شخصاً محترماً وهادئاً، لكنه كان عملياً جداً، لم يكن رومانسياً على الإطلاق، وكان كلامه دائماً مباشراً وجاداً، وكأنه يتحدث عن اتفاق عملي أكثر من كونه علاقة عاطفية. لكنني وافقت في النهاية. بصراحة، في ذلك الوقت لم يكن الحب هو أهم شيء بالنسبة لي. كنت أبحث عن الاستقرار والأمان المادي، وكنت أظن أن الراحة المادية يمكن أن تعوض أي نقص آخر. وهكذا تم الزواج. ومن ناحية المعيشة، حصلت بالفعل على الحياة التي كنت أحلم بها. سكننا في شقة جميلة، ولم أكن أفتقد شيئاً من الناحية المادية. زوجي كان كريماً معي، وكان يعطيني المال دون تردد، وكنت أشتري كل ما أريده تقريباً. بعد عام من الزواج، رزقنا الله بطفل، والآن عمره 5 سنوات. من الخارج كانت حياتنا تبدو مثالية، لكن الحقيقة كانت مختلفة. عمل زوجي كان يتطلب السفر المستمر إلى محافظة أخرى. في معظم الأشهر كان يغيب حوالي 25 إلى 30 يوماً، ثم يعود فقط لبضعة أيام قليلة. وحتى عندما كان يعود، لم يكن يقضي كل وقته معنا. كان دائم الانشغال بالهاتف أو العمل أو زيارة والديه المسنين، بالإضافة إلى حرصه على رؤية أولاده من زواجه الأول. وبمرور الوقت بدأت أشعر بشيء غريب. كنت متزوجة، لكنني أشعر وكأنني أعيش وحدي. لم أكن أعلم أن هذا الشعور بالوحدة سيقودني إلى أكبر خطأ في حياتي. خطأ بدأ عندما انتقل جار جديد للسكن في الشقة المجاورة لنا. لكن ما لم أكن أعرفه حينها هو أن دخوله إلى حياتي سيغير كل شيء، وليس للأفضل. الشقة التي بجوار شقتي كانت مغلقة منذ سنوات طويلة. كان يسكن فيها رجل وزوجته من كبار السن، لكن بعد وفاتهما بقيت الشقة مغلقة تقريباً لمدة 2 كاملتين. لم يكن هناك أي حركة في المكان، وكأن الشقة أصبحت مهجورة. لكن في أحد الأيام لاحظت أن بواب العمارة ينظف الشقة ويزيل الغبار عنها. استغربت وسألته عن السبب، فأخبرني أن أحد أبناء أصحاب الشقة سيأتي ليسكن فيها. قال لي إن اسمه معتز، وإنه سيبدأ في تجهيز الشقة خلال الأيام القادمة. لم يمض وقت طويل حتى رأيته لأول مرة. كنت واقفة على السلم أتحدث مع البواب عندما صعد شاب يحمل بعض الأغراض. كان في منتصف الثلاثينات تقريباً، أنيق المظهر وملامحه هادئة. عندما مر بجانبي ابتسم وسلم علي بأدب. في البداية كانت مجرد تحية عابرة كلما التقينا في مدخل العمارة أو على السلم، لكن مع الوقت بدأنا نرى بعضنا أكثر، لأن بلكونة شقتي
كانت ملاصقة تقريباً لبلكونة شقته. أحياناً كنا نتبادل التحية أو نتحدث لدقائق قصيرة عن أمور بسيطة، وبعد فترة بدأ يطرق باب شقتي أحياناً. كان يسأل عن أشياء تتعلق بالعمارة، مثل مواعيد دفع مصاريف الصيانة أو أموال المصعد. وأحياناً كان يطلب مني أن أترك بعض النقود للبواب إذا اضطر للخروج مبكراً. عرفت منه أنه يعمل محامياً. كان يخرج صباحاً إلى عمله ويعود غالباً في وقت الظهيرة. مع مرور الأيام بدأت الأحاديث بيننا تطول قليلاً، وفي أحد الأيام طلب مني رقم هاتفي. قال إن ذلك سيكون أسهل بدلاً من أن يطرق الباب في كل مرة يحتاج فيها أن يسأل عن شيء. لم أفكر كثيراً في الأمر فأعطيته الرقم، وبعد ذلك بدأ يتصل بي بين الحين والآخر. في البداية كانت المكالمات بسيطة، يسألني عن وصفة طعام أو عن شيء يخص العمارة، ثم أرسل لي طلب صداقة على فيسبوك وقبلته، وبدون أن أشعر أصبحت المحادثات بيننا شبه يومية. كان يسألني عن يومي وعن ابني، وأحياناً نتحدث عن أمور عادية في الحياة. ومع الوقت بدأت ألاحظ فرقاً كبيراً بينه وبين زوجي. معتز كان شخصاً رومانسياً جداً في كلامه، كان يعرف كيف يختار الكلمات الجميلة، وكان دائم الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. أما زوجي فكان دائماً عملياً وجاداً. بمرور الوقت بدأت أشعر بشيء لم أشعر به من قبل. كنت أشعر أن هناك شخصاً يهتم بي فعلاً. أسابيع تحولت إلى أشهر، وشيئاً فشيئاً اعترف كل منا للآخر بالحقيقة: لقد وقعنا في الحب. لكن هذه العلاقة لم تكن بسيطة أبداً، لأنني كنت امرأة متزوجة وهو جاري الذي يسكن بجواري. وفي يوم من الأيام قال لي معتز شيئاً قلب حياتي رأساً على عقب. قال لي إن علينا أن نتخذ قراراً واضحاً: إما أن أبقى مع زوجي أو أطلب الطلاق ونبدأ حياة جديدة معاً. وقتها ظننت أن الأمر مجرد خطوة صعبة لكنها تستحق، لكنني لم أكن أعلم أن هذا القرار سيكون بداية أكبر كارثة في حياتي. عندما طلب مني معتز أن أطلب الطلاق من زوجي لكي نتزوج، شعرت بمزيج غريب من الخوف والحماس في الوقت نفسه. كنت طوال الأشهر الماضية أعيش صراعاً داخلياً. من ناحية هناك حياتي المستقرة، زوج يوفر لي كل شيء، بيت مريح، وابني الصغير الذي يعتمد علي. ومن ناحية أخرى هناك معتز الذي جعلني أشعر لأول مرة بأنني محبوبة ومفهومة. لكن قبل أن أتخذ أي قرار سألته سؤالاً مهماً. قلت له: لو أنا طلبت الطلاق، إحنا هنبني حياتنا إزاي؟ هنا أخبرني بشيء لم أكن أتوقعه. قال إنه في الوقت الحالي لا يملك المال الكافي للزواج. معتز كان أيضاً قد مر بتجربة زواج سابقة، وبعد طلاقه اضطر لدفع مؤخر الصداق وبعض الالتزامات المالية، بالإضافة إلى أنه كان يدفع مصروفاً شهرياً لأطفاله. لذلك كان جزء كبير من دخله يذهب لتلك المسؤوليات. كما أخبرني أن الشقة التي يسكن فيها ليست ملكه وحده، بل هي ملك له ولإخوته جميعاً، وكانوا يخططون لبيعها قريباً وتقسيم ثمنها بينهم. لذلك لم يكن من الممكن أن نعيش فيها بعد الزواج. وقال إن الحل الوحيد لكي نبدأ حياتنا معاً هو أن نشتري شقة جديدة. لكن المشكلة أنه لا يملك المال الكافي في الوقت الحالي لشراء شقة. هنا ارتكبت أكبر خطأ في حياتي. فكرت في الأمر قليلاً، ثم تذكرت شيئاً مهماً. طوال سنوات زواجي كان زوجي كريماً معي جداً من الناحية المادية. كان يعطيني مصروفاً جيداً للبيت، وكنت أستطيع أن أوفر جزءاً منه كل شهر. بالإضافة إلى ذلك كان لدي بعض المدخرات الشخصية وبعض الذهب الذي كنت أحتفظ به. وبمرور السنوات تمكنت من جمع مبلغ لا بأس به. لذلك اقترحت على معتز فكرة. قلت له إنني أستطيع شراء الشقة بنفسي ونكتبها باسمي، وبعد أن أطلق من زوجي نعيش فيها معاً.
لكن المفاجأة أنه رفض فوراً. قال إنه لا يستطيع أن يعيش في شقة مكتوبة باسم زوجته، وأن كرامته لا تسمح له بذلك. وبعد نقاش طويل اقترح حلاً آخر. قال إنه يمكنني أن أعطيه المال كقرض مؤقت، وهو سيكتب لي إيصال أمانة بالمبلغ كاملاً حتى أضمن حقي، وعندما تباع الأرض التي يملكها مع إخوته سيعيد لي المال بالكامل. في تلك اللحظة لم أشك لحظة واحدة في كلامه، كنت أثق به ثقة عمياء. بعد أيام قليلة أخبرني أنه وجد شقة مناسبة جدا، جاهزة للسكن ولا تحتاج إلى أي تجهيزات تقريبا. كان سعرها حوالي 500 ألف جنيه. عندما حسبت مدخراتي وجدت أن معي حوالي 350 ألف جنيه فقط. لذلك اضطررت إلى بيع جزء كبير من ذهبي لكي أكمل المبلغ. وبالفعل بعت الذهب وجمعت المبلغ كاملاً. وفي أحد الأيام أعطيته 500 ألف جنيه، وفي المقابل أعطاني إيصال أمانة بالمبلغ، وأكد لي أنه سيبدأ إجراءات شراء الشقة خلال أيام. في تلك اللحظة كنت أشعر أن حياتي الجديدة بدأت بالفعل. لكن بعد 3 أيام فقط حدث شيء لم أكن أتوقعه أبداً. معتز اختفى تماماً، ولا مكالماتي ولا رسائلي ولا حتى طرق الباب على شقته كانت تلقى أي رد. وفي تلك اللحظة بدأ الخوف الحقيقي يتسلل إلى قلبي. لكن الحقيقة التي اكتشفتها بعد ذلك كانت أسوأ بكثير مما تخيلت. في البداية حاولت أن أقنع نفسي أن الأمر طبيعي، ربما معتز مشغول في العمل، أو ربما سافر فجأة في قضية خارج المدينة. لكن بعد مرور يومين كاملين وهاتفه مغلق بدأ القلق يتسلل إلى قلبي. في اليوم الثالث لم أستطع التحمل أكثر. خرجت من شقتي وذهبت مباشرة إلى باب شقته. طرقت الباب مرة، ثم مرتين، ثم عدة مرات، لكن لم يفتح أحد. كان المكان هادئاً بشكل غريب، وكأن الشقة خالية تماماً. بدأت أفكر في احتمالات مخيفة. ربما حدث له مكروه، ربما تعرض لحادث. حاولت أن أجد أي تفسير يطمئنني، لكنني قررت في النهاية أن أسأل بواب العمارة. نزلت إليه بسرعة وسألته إن كان قد رأى معتز مؤخراً. نظر إلي باستغراب، ثم قال شيئاً جعل قلبي يسقط من مكانه. قال إن معتز لم يعد يسكن في الشقة. في البداية ظننت أنني لم أسمع جيداً. سألته مرة أخرى فقال إن معتز وإخوته باعوا الشقة قبل أيام قليلة، وأن المالكين الجدد سيأتون قريباً لاستلامها. شعرت وكأن الأرض تميد بي. كيف باع الشقة؟ ولماذا لم يخبرني بشيء؟ عدت إلى شقتي بسرعة وحاولت الاتصال به مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى، لكن الهاتف كان مغلقاً دائماً. فتحت حسابي على فيسبوك لأرسل له رسالة، لكنني فوجئت بأن حسابه اختفى تماماً. لقد أغلق حسابه. في تلك اللحظة بدأ الشك يتحول إلى خوف حقيقي. بعد أيام قليلة وصلت عائلة جديدة إلى العمارة. كانوا الملاك الجدد للشقة المجاورة. أحضروا عمالاً لنقل الأثاث وبدأوا في ترتيب المكان. جمعت شجاعتي وذهبت إليهم. سألتهم إن كانوا اشتروا الشقة من معتز. أكدوا لي ذلك، بل وأخبروني شيئاً أكثر صدمة. قالوا إن معتز سافر خارج البلاد قبل أيام، تحديداً إلى الكويت، لأنه حصل على فرصة عمل هناك. تجمد الدم في عروقي. حاولت الحصول على أرقام إخوته من الملاك الجدد، لكن عندما حاولت الاتصال بهم لم يجب أحد. في تلك اللحظة شعرت بأن شيئاً خطيراً يحدث، لكنني أردت التأكد من أمر آخر. ذهبت إلى الشقة التي كان معتز قد أخذ مني المال بحجة أنه سيشتريها لنا. عندما وصلت إلى العمارة هناك سألت البواب عن الشقة. نظر إلي باستغراب شديد وقال لي إن هذه الشقة لم تكن معروضة للبيع أصلاً،
بل كانت معروضة للإيجار فقط. عندها فقط فهمت الحقيقة. كل شيء كان كذبة: الحب، الوعود، الشقة، وحتى إيصال الأمانة. كلها كانت جزءاً من خطة خداع كبيرة. عدت إلى منزلي وأنا في حالة صدمة، ثم نظرت مرة أخرى إلى الإيصال الذي أعطاني إياه، واكتشفت شيئاً صادماً أكثر: التوقيع الموجود عليه لم يكن توقيعه الحقيقي. وهنا أدركت أنني وقعت ضحية عملية نصب كاملة. لكن المشكلة الأكبر لم تكن ضياع المال فقط، بل ما كان يمكن أن يحدث لو عرف زوجي الحقيقة. عندما استوعبت ما حدث بالكامل، شعرت وكأن الدنيا أغلقت أبوابها في وجهي. كل الأموال التي جمعتها خلال سنوات زواجي اختفت في لحظة. 350 ألف جنيه من مدخراتي، بالإضافة إلى 150 ألف جنيه حصلت عليها بعد أن بعت جزءاً كبيراً من ذهبي. نصف مليون جنيه اختفت تماماً. لكن الحقيقة المؤلمة لم تكن المال فقط، كان الشعور بالخداع. كنت أعتقد أن معتز يحبني بصدق، وأننا سنبدأ حياة جديدة معاً. كنت أصدق كل كلمة قالها، وكل وعد وعدني به. لكن الآن أدركت أن كل شيء كان مجرد تمثيل، خطة مدروسة بدقة، وكنت أنا الضحية. جلست أياماً طويلة أفكر فيما يجب أن أفعله. أول فكرة خطرت في بالي كانت أن أذهب إلى الشرطة وأبلغ عنه بتهمة النصب. من الناحية القانونية، ما حدث لي هو عملية احتيال واضحة، لكن المشكلة لم تكن بهذه البساطة. إذا ذهبت إلى الشرطة، سيبدأ التحقيق، وسيطرح علي السؤال الذي كنت أخشاه أكثر من أي شيء آخر: لماذا أعطيته هذا المبلغ الكبير؟ كيف تعرفتما على بعضكما؟ وما طبيعة العلاقة بينكما؟ كل هذه الأسئلة ستقود إلى الحقيقة التي كنت أخفيها. الحقيقة أنني كنت أخطط لطلاق زوجي من أجل رجل آخر، ومجرد التفكير في أن يعرف زوجي ذلك كان كفيلاً بأن يدمر حياتي بالكامل. ماذا سيحدث لو عرف؟ ربما سيطلقني فوراً، وربما ستنهار أسرتي كلها، والأسوأ من ذلك أن ابني الصغير سيدفع ثمن خطئي. لهذا السبب تراجعت عن فكرة البلاغ. فضلت الصمت، لكن الصمت لم يكن سهلاً أبداً. كل يوم كنت أستيقظ وأنا أشعر بثقل الندم. كنت أتذكر كل لحظة وثقت فيها بمعتز، وكل مرة تجاهلت فيها الشكوك التي كان يمكن أن تنقذني. الوحدة التي كنت أشعر بها في زواجي ما زالت موجودة، لكن الآن انضم إليها شعور آخر، شعور مرير بالندم. أحياناً أجلس وحدي وأسأل نفسي نفس السؤال مراراً وتكراراً: ماذا لو لم أتعرف عليه أصلاً؟ ماذا لو لم أعطه رقمي؟ ماذا لو لم أصدق كلامه؟ ربما كانت حياتي ستبقى كما هي، لكنها على الأقل لم تكن ستنهار بهذا الشكل. لقد تعلمت درساً قاسياً جداً: أحياناً ما نعتقد أنه حب قد يكون مجرد خدعة، وأحياناً أكثر الأشخاص الذين نثق بهم هم من يسببون لنا أكبر الأذى. لكن السؤال الذي ما زلت أواجهه كل يوم هو: هل أخبر زوجي بالحقيقة وأتحمل النتائج مهما كانت؟ أم أدفن هذا السر إلى الأبد وأعيش بقية حياتي وأنا أحمل هذا الندم وحدي؟ لأن الحقيقة المؤلمة هي أن بعض الأخطاء ندفع ثمنها طوال العمر.